السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هنتجول في شوارع دمياط الجديدة، وهنشوف هل هي فعلا مدينة أوروبية على أرض مصرية زي ما بيقولوا، ولا الكلام ده كله غلط. احنا دلوقتي في طريقنا لدمياط الجديدة، وعدينا من بلطيم وبعد كده منصورة الجديدة وجمصة، ودخلنا على دمياط الجديدة. ده المدخل بتاعها زي ما انتم شايفين، والمدخل كده مبشر بالخير. عايزة اقول لكم ان دمياط الجديدة من اهدى المحافظات اللي انا رحتها. تحسوا كده المحافظة هادية، مفيش حد فيها كتير، يعني ما فيهاش دوشه. المناطق بس اللي تلاقوا فيها دوشه شويه هي زي الموقف كده. احنا دلوقتي وصلنا لموقف دمياط الجديده، وبرده مش زي مواقف المدن التانية، برده هادي كده، مش اللي هو برده. دلوقتي احنا رايحين فين؟ رايحين لجامعة الازهر في دمياط الجديدة. هنركب سرفيز رقم 1. الموقف ده هو الموقف الغربي، في موقفين في دمياط الجديدة، الموقف الشرقي والموقف الغربي. احنا رايحين من محافظة كفر الشيخ، نزلنا في الموقف الغربي. تمام، هناخد من هناك سرفيز رقم 1، ده هيودينا لجامعة الازهر، وهنشوف مع بعض الشوارع واحنا ماشيين. هناك كل سرفيز وليه رقم، وكل سرفيز بيروح مناطق معينة. سرفيز رقم 1 ده ركبناه كان رايح يعني معدي من على جامعة الازهر، وكله بيروح بعد كده للموقف الشرقي. احنا دلوقتي معديين من على جامعة لسه بتتنشئ، جامعة دمياط لسه بتتنشئ تحت الانشاء، يعني ما شاء الله مخصصين مساحة واسعة جدا للجامعة. وزي ما انتم شايفين على ايدينا الشمال في عمارات، وما شاء الله يعني العمارات كده تحسي ان حاجة هادية كده، مفيش ناس كتير ماشية، مفيش دوشة، يعني حاجة كده هادية. شوارع نظيفة ما شاء الله، شكلها جميل. نسيت اقول لكم اجرة السيرفيس كانت 3 جنيه. في حاجة كمان هناك لفتت نظري، وان كل ما تمشي شوية تلاقي مسجد، وما شاء الله مساجد كتير، ومساجد على الطراز الحديث، مساجد شكلها حلو، يعني مهتمين بالمساجد هناك، كمية مساجد كتيرة جدا. بلاش بقى ان انا ارغي كتير واصدع دماغكم، هسيب لكم كده موسيقى هادية، اتفرجوا على الشوارع براحتكم.